مساء الفل. ارجع معايا شويتين يا صاحبي لما قبل الدولة، أي دولة، وقبل أي قانون، وقبل ما يبقى فيه وجود للحلال والحرام، قبل المعابد والكنايس والمساجد، وقبل الجيوش، وقبل ما الإنسان يتعلم يكتب تاريخه أو يسمي نفسه صاحب حضارة. في اللحظة دي اللي احنا بنرجع عندها الإنسان ما كانش واقف يسأل أعمل إيه ولا حتى أعيش إزاي، لأنه كان واقف قدام نفسه، قدام واحد من أقدم الأسئلة اللي واجهت البشر، واللي اضطر يجاوب عليها وهو لسه عايش في جماعة صغيرة بتحاول تنجو من كل المخاطر اللي حواليها. كان سؤال بسيط في شكله صحيح، لكنه كان خطير ومهم جدا في معناه. هو أنا بطبيعتي كويس ولا الشر جزء مني ومحتاج حد يوقفه؟ السؤال ده ما اتكتبش في كتاب وما اتنقش على حجر، لكن آثاره كانت باينة في كل حاجة عملناها بعد كده. فكرة العقاب، الإحساس بالذنب، الخوف من الظلم، كمان في محاولاتنا المستمرة إننا نبرر أفعالنا قدام نفسنا قبل أي حد تاني. ومن هنا، قبل ما الإنسان ينشئ الدولة، قبل ما الأخلاق تتكون وتتحول لقوانين، وقبل ما الحقيقة يبقى ليها صوت واحد، بدأت حكاية الإنسان اللي إحنا بنقول عليها الفطرة، مع الخير والشر، ومع سؤال لسه بعد آلاف السنين ما بطلش يطاردنا. من السؤال ده اتبنى كل حاجة بعد كده. يعني خد عندك أول سؤال: هل الإنسان خير بطبعه؟ يعني مثلا تفتكر أول إنسان شاف النار قرب منها ليه؟ بدافع الخير علشان يتدفى، ولا بدافع الشر عشان يحرق غيره؟ الفلاسفة هنا اختلفوا، لكن السؤال فضل موجود وهو. في ناس زي جان جاك روسو قال إن الإنسان طيب ونضيف زي الصفحة البيضاء، والمجتمع هو اللي علمه القسوة وعلمه المقارنة وعلمه الطمع والجشع. في ناس تانية زي توماس هوبز قال العكس: الإنسان من غير قانون ومن غير رادع هيكون ذئب مفترس، أول حد هياكله هو أخوه الإنسان. وعن نفسي أنا بصراحة بشوف إن الكلام ده الاتنين بيقولوا نفس المعنى. يعني لو أخونا روسو شاف الإنسان حلو وجميل بس المجتمع هو اللي وحش، هنا لازم نسأل: مش المجتمع ده برضه هو مجموعة من البشر؟ يعني في الآخر الإنسان هو اللي بيغير أخوه الإنسان للأسوأ. وإنت نفسك لو ركزت شوية هتوصل لإجابة. يعني هتلاقي كنت صغير، هل كنت شرير؟ لا. كنت ملاك؟ برضه لا. لكنك كنت مخلوق بيغلط ويتعلم. لو جينا للسؤال التاني المرتبط بحيرة الإنسان، هل هو طيب ولا الشر جزء منه، فهنلاقينا بنسأل: هل الشر جزء أصيل من الطبيعة؟ ده سؤال موجود وهيفضل موجود، لأن احنا بنحب نصدق إن الشر طارئ أو جديد، حاجة غريبة كده دخلت علينا من بره، شيطان بقى، ظرف مؤقت، أو تربية سيئة. بس ماذا لو يا صاحبي العزيز الشر مش دخيل علينا؟ ماذا لو هو جزء من التركيبة الأصيلة للطبيعة والحياة؟ هل مثلا الطفل اللي بيزق صاحبه بيعمل كده لمجرد إنه لسه ما قرأش في الفلسفة، ولا لأنه لسه ما تعلمش يحط نفسه مكان غيره، ولا لأن العنف جزء موجود جوانا كلنا؟ في تفسير مهم بيقول إن الشر أحيانا مش نية سيئة، لكنه جهل. والإنسان الأول البدائي يعني كان جاهل بكل حاجة في الطبيعة وفي نفسه تقريبا، عشان كده دايما تصوراتنا عنه إنه عنيف وشرير ومؤذي بشكل عام. وعندنا سؤال ثالث حوالين نفس الفكرة، وهو: هل الأخلاق ثابتة؟ بص يا صاحبي، لو رجعت آلاف السنين لورا هتلاقي حاجات كانت عادية جدا ودلوقتي بنعتبرها جريمة، وكان في حاجات محرمة دلوقتي بنتعامل معاها بحرية. ده يخلينا نسأل: هل الأخلاق بتتغير ولا احنا اللي بنتغير؟ الجماعة الفلاسفة تاني قالوا في شوية مبادئ شبه ثابتة، زي رفض القتل، رفض الخيانة، رفض الغدر، لكن طريقة فهمنا ليها هي اللي بتتلون وتتغير حسب الزمن، حسب الخوف من العواقب، وحسب كمان مصلحة الجماعة اللي هو المجتمع. ده سببه إن الأخلاق منزلتش جاهزة، لكنها اتشكلت مع الألم البشري، مع التجربة العميقة، ومع الخسارة اللي فوق طاقة الإنسان على التحمل. لو هناخد سؤال كمان، هو: هل الحقيقة واحدة؟ عشان يكون السؤال أوضح خليني أسألك سؤال بسيط: لو 10 أشخاص شافوا نفس الحادثة، تفتكر هيحكوها بنفس الشكل؟ أكيد لأ. الحقيقة قبل قيام الدول ما كانتش قانون مكتوب، كانت أقرب للحكاية، كل واحد فينا بيحكيها من مكانه ووجهة نظره. عشان كده الحقيقة زمان كانت مرتبطة بالبقاء. اللي ينقذك يا معلم هو ده الصح، واللي يهدد وجودك هو الغلط بعينه. ومع الوقت، تقدم الحضارة، بدأ الإنسان يدور على حقيقة أكبر من نجاته اللحظية. وده بيدخلنا على السؤال اللي بعده: هل العقل
كفاية عشان نوصل لإجابة السؤال الخير ولا الشر هما الأصل في الإنسان؟ طبعا العقل أداة عظيمة، بس للأسف مش كاملة، لأن العقل يقدر يديك تفسير للتجارب صحيح، لكنه ما يقدرش دايما يواسي الإنسان اللي بيمر بتجارب صعبة. العقل يقدر يقولك إيه الصح، بس ما يقدرش يقولك ليه قلبك موجوع أو حاسس بخنقة في اللحظة دي. عشان كده الإنسان قبل الدولة والحضارة كان محتاج أكتر من التفكير، كان محتاج المعنى. ومن هنا يا صاحبي العزيز بدأت الأسئلة الكبيرة، وبدأ الدين، وبدأت الفلسفة، وبدأت محاولات كتير للإنسان إنه يفهم نفسه، وكل ده عشان هدف واحد بس: إيه معنى وجودي في الحياة؟ إيه معنى كل اللي أنا بعمله؟ رغم إن بقى في حضارات ودول وتقدم تكنولوجي كبير، إن لسه لحد دلوقتي الإنسان بيغلط ويصلح ويقع ويكمل. رغم إن الخوف على البقاء قل كتير مقارنة بقبل كده، إلا إن الأسئلة نفسها لسه مكملة معانا لحد النهاردة.